ربنا يتوب علينا بقى من الشغلانه المنيله دي وشويه يتحكموا فينا وحاجه نيله. تبقى لك ساعه عماله تطوف في العربيه، مش انت عارفه ان انا نازل في الوقت دوت؟ معلش يا بيه حقك عليا والله. معلش يا بيه حقك عليا وزفت ايه؟ معلش مش هتحصل. اهو شكلي نسيت المفتاح فوق كمان بلا قرف، انا ما بحبش اصطبح بوشك على الصبح. معلش حقك عليا. اطلعي فوق هات المفتاح اللي الستاني بتنزل لك المفتاح في السبت ولا اعملي اي حاجه روحي. حاضر. حاجه تقرف على الصبح، ساعه عمال تمسح في العربيه والعربيه زي الزفت اصلا. ما تمد يا بنتي، انت مالك ماشيه على قشر بيض ليه كده؟ ما تخلصي. بص يا بابا. بص ايه في ايه؟ ماما يا بابا انت من ساعه ما طلقتها متمرمطه قوي. ماما السيره بتاعت كل يوم مش هنخلص، ما تتمرمط ولا اعمل لها ايه يعني؟ مش هي اللي اختارت الطريق دوت؟ ما كانت عايشه في نعمه ما فيش واحده عايشه فيها. نعمه؟ نعمه. وانت يا بابا كنت بتضربها كل يوم بتصبحها بعلقه وتمسها بعلقه، دي كانت نعمه؟ هو انا كنت بضربها كده على الفاضي والملام؟ مش هي اللي كانت بتغلط؟ ماشي انا هروح اسلم عليه. خدي بس راحه تسلمي على مين؟ في ايه يا بابا؟ رايحه اسلم على ماما. لو رحت تسلمي عليها يبقى تشوفي لي الجلابيه مقطعه زي اللي هي لابساها وفوطها وتروحي تطوقي معاها عربيات. سامعاني ولا مش سامعاني؟ انت اسمك نور هاني مش نور ايمي، سامعاني ولا لا؟ في ايه بقى انت بقيت قاسي كده ليه؟ قاسي؟ هو ده اللي هتشوفوه من هنا ورايح. يلا اتفضلي قدامي. القاسي حاجه تانية كده يا بيه؟ لا مش عايز حاجه تاني ولا زفت، بعد كده عربيه تطوق اول عربيه ان شاء الله. انت عارفه ان انا بنزل الساعه 9 ل 5 تبقى العربيه دي خلصانه، واطلعي شوفي الستاني عايزه ايه وخدي. لا قرف. الواحد يعمل كده عشان خاطر الفلوس بس، بهدل نفسه كده ويقل من قيمته. ربنا يتوب علينا بقى، الله يسامحك بقى يا بيه بقى. مش عارف نور ايه اللي اخرها كده الساعه 10:30. ازيك يا مستر عامل ايه؟ الحمد لله. مين حضرتك؟ انا مامة نور. مامة نور؟ وايه حضرتك الفوطه اللي ماسكاها دي؟ لا ابدا، انا شغاله على الله يعني، بلمع عربيات وكده. عادي يعني ما فيهاش حاجه، من الشغل مش عيب. ربنا يخليك. طيب انا كنت جايه بس اديك حصه من يعني الدروس بتاعت نور وكده. يا ست ما فيش مشكله طالما على الله، ما تشغليش بالك بنور ودروسها كلها بتاخدها عادي. ربنا يخليك، انا بشتغل والله عشان بس اصرف عليها. اتفضل. طب ما مش باباها معاها؟ يعني بقى معلش اتفضل. ماشي يا باشا. ماشي شكرا يا مستر. نعم. انا مش عارف يا نور، المستر بتاعك ده مأخرنا دايما كده، عمره ما جه في ميعاده. مفيش واحد تاني غير ده يا ست؟ بدل ما ده معطلنا عن مصالحنا ومشاغلنا كده. اهو شرف اهو. ازيك يا نور؟ الحمد لله يا مستر. ازيك يا ابو نور؟ ازيك يا مستر؟ يا مستر التاخير ده يا مستر، انت عارف ان معلش. انا ورايا شغل ورايا دنيا يا مستر. حقك عليا والله، وتاخير 6 دقايق بس. ده كل مره يا مستر تقول لي معلش معلش، انا مش عارف اعمل معاك يا مستر. كان في ولي امر والله، كان واقف معايا كان بيتكلم معايا ما علينا يا مستر. حساب الحصه كام؟ 20 ان شاء الله. 20 لا يا مستر، في ايه يا مستر؟ مش حد معاك من اول سنه اولى لحد دلوقتي. هو في اصلا حصه ب 20 جنيه؟ ده انا براعي امسك يا ربنا. مستر 15 جنيه اهم، ده في غيرها تاني عايزين يتعلموا. امسك يا لا مستر. انا مش عايز فلوس اصلا، وبعدين انت جاي فاصل معايا في 5 جنيه يعني مش عايز دفعت فلوس. لها 20 جنيه. ازاي مامتها؟ وازاي تسمح لمامتها تدفع لها اصلا يا مستر؟ طب انا ايش عرفني اللي بينكم وبين بعض ايه يعني؟ انا مالي بالموضوع يا مستر هو انت يعني انت لو الدنيا تمام انا هقول لك ليه ما تديهاش لامها ولا تديها لجدها يا مستر؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا مستر؟ بعد اذنك ما حدش يصرف على بنتي طول ما انا عايش. طب ما انت حتى يعني هتصرف عليها، اصرف عليها زي الناس يعني. جاي تديني 15 جنيه في حصه؟ في حصه ب 15 جنيه ولا في حصه ب 20 اصلا؟ يا سيدي يبقى ليك 5 جنيه بجيبها لك الحصه الجايه، مش قصه يعني. ارحمونا بقى شويه بقى يا جدعان بقى. دفعت لها المره دي والمره الجايه ماشي. طب عامه البنت في ايدك، امها تيجي جدها يجي عمها يجي ما فيش منه. انا اللي اجي اخدها، ولو مت ما تديهاش لحد. اللي انت عايزه. توكل على الله وخلي بالك من نفسك. يلا اشوف اخرتها معاك واخره التعليم. قال بيتعلموا ايه؟ هلا قولي لي يا نور، ما حكيتليش يعني ان مامتك منفصله عن باباكي؟ احكي يا مستر، دي حاجه تتحكي اصلا؟ ولا حد يتشرف انه يحكي حاجه زي دي؟ ايه اجي اقول لك ايه بابا وماما انفصلوا؟ اصل بصراحه يا نور يعني شفتها النهارده وهي جايه تدفع لك المصاريف، شكلها بتحبك قوي. طب وانت ما بتشوفهاش يا نور؟ بصراحه يا مستر بابا رافض الموضوع ده قوي. انا الصبح كنت شايفاها متمرمطه وعماله تشتغل، قلت له ايه بقى اروح اسلم عليها، بيقول لي لا مفيش حاجه اسمها تسلمي على امك، انت اسمك نور هاني ما اسمكيش نور ام. لا مفيش كده، بس مهما كان برضو انت يعني تسلمي عليها حتى تتكلمي معاها. انا نفسي والله يا مستر بس مش لاقي حد يعمل كده. بابا نفسه رافض الموضوع ده وانا هخاف اروح لوحدي. طب ما بقول لك ايه، انا الصبح جت اديتني ال 20 جنيه دي، كنت شايفها شقيانه وتعبانه، انا عايز اروح اديها لها وبالمره الغي الحصه دي وتقعدي معايا شويه، ايه رايك؟ والله يا مستر ده تبقى جميله، هفضل شايلها فوق دماغي طول العمر. طب يلا يا نور، انا هتصل بالمكتب اخليهم يمشي العيال واحنا نروح نشوف الموضوع ده. شكرا. ماما. ايه ده نور حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله وحشاني قوي. وانت كمان ما بتساليش عليا ليه؟ والله يابا كل لما اجي بسال عليك بابا بيقعد يزعل ويقول لي ما تجيبيش سيرتها تاني. ابوكي ده عمره ما هيتغير ابدا. طب بصوا بقى، بما ان انتوا واقفين بتتكلموا مع بعض، انا كنت جاي ادي لحضرتك ال 20 جنيه. طب ما تخلي هقعد انا على جنب وخلصي يا نور وتعالي، وانا هبقى اخدك اديك لبابا بقى، وربنا يسامحني ان انا هكدب عليه واقول له ان احنا خلصنا الدرس. ماشي يا طب ما تخلي. طيب لا ما باباها حرج علينا ان انا ما اخدش فلوس من حضرتك تاني. ماشي يا استاذ ماشي. تزعليش يا ماما والله معلش، هو بيفضل عصبي كده على طول. هو ابوكي ده هيفضل عصبي كده طول عمره، مهما يتجوز اي واحده برضه هيطلقها بسبب عصبيته، محدش هيستحمله يا بنتي، ربنا يهديهولك. يا رب يا ماما. ايه يا بنتي عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه، بس انت ليه ما كده متمرمطه في الشوارع؟
هعمل ايه يا بنتي؟ اكل العيش بقى، وانت عارفه ان انا قاعده لوحدي، هعمل ايه طيب؟ معلش يا بنتي. ولا قولي يا بنتي، انت عماله تتلفتي كده ليه يمين وشمال؟ مفيش ياما حاجه، بس انا متوتره شويه او خايفه، مش عارفه في ايه. متوتره يا بنتي من ايه بس، وخايفه ليه؟ حاسه ان بقى يجي يشوفنا محرج علينا، ما جيش قبل خالص. لا لا ما تخافيش يا طب حبيبتي. يلا يا نور عشان ما نتاخرش اكتر من كده. ماشي يا مستر، عايزه حاجه يا اما؟ لا يا حبيبه قلبي، روحي يا حبيبتي شوفي دروسك وخلي بالك من نفسك كده، ها؟ عايزاكي تطلعي الاول، ماشي؟ ان شاء الله يا ماما. ماشي يلا يا مستر. حبيبتي، ربنا معاكي يا رب. استغفر الله العظيم يا رب، هو ما نزلش ليه لحد دلوقتي؟ هو عطله الصبح وعطله بالليل. لا مؤاخذه يا ابو نور. ايه ده؟ لا ازيك يا مصر، ابو انتوا جايين منين كده؟ مش لا. السنتر اهو. ما هو بص، انا بصراحه كنت عايز اصارحك كده. خلصنا يا مستر، الله يبارك لك، انا مش فاضي لك ومن فاضل حكاويك. وايه خير؟ ايه اللي حصل؟ كان بصراحه مامتها كانت عايزه تشوفها وانا وديتها تشوفها. ايه؟ وانت توديها لها بتاع يا مصر؟ انت ولي امرها ولا ايه؟ اهدى بس يا ابو نور، انا ما عملتش حاجه غلط. ده ايه ونيلة ايه اما الاقيك بتتدخل في شؤوني الخاصه؟ ده انا لازم ازعق وازعق وازعق. البت دي مش هجيبها لك هنا تاني اصلا. ويلا اتفضلي والله قدامي. العظيم لقيتها قاعده مش مركزه وكل تفكيرها في والدتها. وبصراحه خدتها قعدت مع والدتها 5 دقايق، وده مش غلط يعني. وانا انت مش ما قايل، تربيش في قلبها القسوه يعني. وانا مش قايل لك انسي موضوع امك ده خالص. ما تجيبيش ازاي سيره يعني امك دي على تنساه لسانك. يعني؟ ازاي لو هي هتنسى امها هتنساك انت كمان. بلاش تعمل اللي انت بتعمله ده. بلاش ان انت تسبب لها نقطه سوداء في قلبها. ما هتكبر برضه هتعامل عيالها كده. عندك حق يا مستر، والله انا مش عارف، انا اصلا الناس كلها بتبعد عني، مش عارف ليه، بالله بسبب عصبيتي وبسبب اللي انا فيه ده. مش عارف. المفروض تطور من نفسك وتحسن من اسلوبك يعني مع الناس. حاضر يا مستر، وحقك عليا يا مستر. وانت يا نور قدام باباك عاوز تشوف ماما في اي وقت قول لبابا ما يا تخافيش بنتي مني. انت وقت ما انت عايزه تروحي تقعدي معايا، عايزه تقعدي معايا يومين بس يا بنتي، انت شايفه ظروفها على قدها يعني. انا يعني على قد كده بتصعب عليا والله. على قد ما هي كده وهي عايزه تصرف عليها وعايزه تطلعها حاجه كويسه. ما هي لو مش بتحبها مش تعمل كده. والله يا مش مستر، تتمرمط طول النهار بال 20 جنيه وبال 15 جنيه وتيجي تديهم لي عشان فلوس الدرس بتاعت نور. والله يا مستر انت هتخليني اعيد ترتيب اوراقي، ولو كده انا ممكن ارجع لك ماما. ايه رايك؟ اللي انت عايزه يابا، طبعا انا موافقه. اي خدمه يا نور. خلاص خير باذن روحوا. الله. يلا وان شاء الله بكره الساعه 2 على ميعادنا، ماشي؟